أيها الأحبة الأكارم، لقد وصل بالصحابة من العذاب ما وصل، ووصل بهم من الآلام ما وصل، وصل بالصحابة من العذاب ما وصل. وإذا بهذا العذاب وإذا بهذه الآلام تدفع خباب بن الأرت رضي الله عنه إلى أن يذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم متسائلا، قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ لعل ما يدور في عقل خباب هو الذي يدور في عقولنا في هذا الزمان. لعل الذي جاء في عقل وفي قلب خباب هو الذي جاء إلى قلوبنا وإلى عقولنا هذا الزمان. ولسان الواحد منا والله ما تعبنا، ولكنها أيام انتقال. والله ما تعبنا ولكنها أيام انتقال. شعار الواحد منا بل لسان الواحد منا هذه الأيام: ما تعبنا ولكن صبرنا تعبه. ما تعبنا ولكن صبرنا قد تعب. تخيل معي أن صحابيا جليل مثل خباب بن الأرت رضي الله عنه يتساءل أمام من؟ أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتساءل عن أمر عظيم: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ بمعنى أنك يا رسول الله أنت الأقرب منا إلى الله، وأنت رسول الله، وأنت الذي لا تنطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يا رسول الله، بمجرد أن ترفع يديك إلى السماء يحل علينا النصر، بمجرد أن تستنصر الله ينصرنا الله. ولكن انظر أيها الحبيب، أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعلم خباب وأن يعلمنا إلى يوم القيامة أن النصر لا يؤتى مجانا، وأن التمكين لا يؤتى مجانا، وأن النصر لا يؤتى للناس قبل أن يمحصوا، وقبل أن يعرف الصالح من الطالح، وقبل أن يكشف الطيب من الخبيث، وقبل أن يعرف المؤمن من المنافق. لا يؤتى النصر للمسلمين قبل أن يصفى وينقى أهل الحق وأهل الباطل أبداً. قبل هذه المرحلة لا تنتظر النصر. قبل أن تأتي هذه المرحلة لا تنتظر النصر. النصر لا يأتي إلا إذا محص الناس، وإلا إذا لم يمحص الناس ولم يميزوا في زماننا ولم نعرف أهل الحق وأهل الباطل، هل سيأتي النصر عشوائيا ليحوز عليه صاحب الباطل وصاحب الحق؟ أبدا وحاشا لله. النصر قاب قوسين أو أدنى، ولو أراد الله لانتصر منهم. فالله سبحانه وتعالى نصره بين الكاف وبين النون،
الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلنا نصلي في المسجد الأقصى من الصباح، بل حتى لا ننتظر الصباح، كن فيكون. إذن لسان حالنا لسان خباب. متى نصر الله؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا بعدما كان متوسدا ببردة تحت ظل الكعبة، ثم نظر إلى خباب وقد احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا خباب، لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار أعلى رأسه فيفرق نصفين، لا يثنيه ذلك عن دينه شيئا، والله ليتمن الله هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذه رسالة إلى الناس، هذه رسالة إلى المستضعفين، هذه رسالة إلى المظلومين، هذه رسالة إلى المشردين، هذه رسالة إلى المقهورين، هذه رسالة إلى الفقراء، هذه رسالة إلى الضعفاء، أنه إذا اشتد الظلام جاءنا الفجر، وإذا اشتدت الملاحم، وإذا اشتدت العذابات والآلام كان نصر الله. وها أنتم ترون في زماننا قد اشتد العذاب، بل إن الظلام قد اشتد سواده، وبنا من الحزن ما تبكي له مدن بأكملها. إذن هل النصر قريب؟ هل النصر الآن، اليوم، بعد غد؟ الجواب أيها الأحبة الأكارم موجود في أرواحنا، الجواب موجود في بيوتنا، الجواب في صدور أبنائنا، الجواب في صدور بناتنا ونسائنا، الجواب في شوارعنا. فالأمة الإسلامية إذا أرادت أن تتخلى عن شرعها، وإذا أرادت أن تنزع لباس الدين ولباس الشرع عنها، فإن سنة الاستبدال واردة، إن سنة الاستبدال واردة. والله سبحانه وتعالى لا يحابي أحد، حتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحابيها. ولهذا أيها الأحبة الأكارم، من يظن بأن هذا الطريق طريق الورود والرياحين فهو مخطئ تماما، بل هو طريق الأشواك، سنحارب فيه من كل مكان، وأين يوجد الإسلام سيضرب عن بكرة أبيه، وكلها حجج واهية. لما أرادوا أن يضربوا الإسلام أرادوا أن يضربوه في العمق، فقالوا: ما خرجنا إلا لمحاربة الإرهاب، وما أردنا أن ندخل البلاد محتلين إلا لأجل أن ننزع الإرهاب من البلاد الإسلامية. وما عرفنا أن 4 رؤساء أمريكيين قتلوا أكثر من 2 مليون مسلم في عهودهم الرئاسية.
قتلوا 3 مليون مسلم، 4 رؤساء أمريكيين، بحجة ماذا؟ بحجة القضاء على الإرهاب. وهو ليس القضاء على الإرهاب، هو القضاء على الإسلام، هو القضاء على الدين. ذهب الأول، فهل ذهب الإسلام؟ انصرف الثاني، فهل انصرف الإسلام؟ انقلع وانصرف من وجوهنا الثالث، فهل قد زال الإسلام؟ والرابع والخامس والسادس والسابع هم مجرد أشخاص يمرون ويمرون، وليتمن الله هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الله سيتم أمره، أراد هؤلاء أو لم يرد هؤلاء. وإن شارك هؤلاء في زماننا من يريدون أن يقصوا الشريعة من بلاد الشريعة، وإن شارك هؤلاء في زماننا من يريدون إلغاء الشريعة في بلاد الشريعة، نقول لهم هيهات 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 هيهات. أتنتزع الشريعة من أهل الشريعة؟ أينتزع الدين ممن صاروا في كل البلاد يهدون الناس الآيات والأحاديث؟ ولهذا فكروا في غيرها، فكروا في غيرها. ولهذا أيها الأحبة الأكارم، الإسلام باق والأشخاص يذهبون، والله سبحانه وتعالى لم يجعل الإسلام باق ببقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الإسلام باق بمجرد بقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان الإسلام متعلق بأشخاص لذهب الدين ودفن الدين حيث دفن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الأحبة الأكارم، الدين باق مهما خططوا، الدين باق مهما أرادوا، الدين باق رغم أنوفهم، الدين باق رغم مخططاتهم. فإياكم أن تعتقدوا أن المتهم الدين. الطبيب إذا أخطأ في عملية جراحية فإن مهنة الطب لا تلام. لا نقول بأن مهنة الطب هي مهنة سيئة أو مهنة غير صالحة للمجتمع، وإنما إذا أخطأ الطبيب فإننا لابد أن نلوم الطبيب. إذا أخطأ المعلم في مدرسته فنحن لا نلوم التعليم، وإنما نلوم المدرس. أما إذا جاء الأمر متعلقا بالدين وأخطأ بعض أهل الدين جعلنا التهمة في الدين، وقلنا أن الدين لا يصلح للمجتمع، قلنا أن الشرع وتطبيق الشريعة لا يصلح للمجتمع. هذا الدين لا يصلح للمجتمع بمجرد أن بعض أشخاص أساءوا للدين. وهذه حجة من أرادوا أن يقضوا على الدين، من أرادوا أن يلغوا الشريعة في بلاد الشريعة، يريدون أن يجعلوا أن المتهم هو الإسلام. لا، ليس المتهم هو الإسلام، ولا أحد في الدنيا بعد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ورحيله إلا ويؤخذ منه ويرد، كما أشار رضي الله عنه إلى قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال إمام المذهب العظيم، قال كل يؤخذ منه ويرد. اسمع أيها الحبيب، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر،
وأشار إلى قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ منه ويرد، كل يصيب ويخطئ، ولكن لا تتهموا دين الله، لا تتهموا شرع الله، لا تتهموا كتاب الله الذي جاء وأخرج الناس من ظلمات الجاهلية، أخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام، أخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولهذا كل الذين مروا، كل الذين طالبوا، كل الذين خططوا بفصل الدين عن الدولة، كل الذين خططوا بفصل الشريعة عن الدولة، مروا وذهبوا قالوا صلي فرضك وامضي في دربك، قالوا صلي فرضك وامضي في دربك، لا دخل لك فيما يحصل في العامة، لا دخل لك في الحياة السياسية، لا دخل لك في جوع المواطن، لا دخل لك في الفساد المتفشي. نحن نسرق كما شئنا، نحن ننشر الحرام في بيوت الناس وفي شوارع الناس كما نشاء، لكن سنبني لك مساجد، سنجعل لك مساجد، ولكن إياك أن ترفع رأسك، لا ترفع رأسك، ما عليك إلا السجود والركوع، ويغلق باب المسجد بانتهاء الصلاة. مروا وذهبوا وماتوا ورممت عظامهم وأكلهم الدود في قبورهم، وما زال النداء باق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ماتوا ورحلوا واندثروا، ألفوا الكتب في العلمانية، ألفوا المجلدات في تطبيق الشيوعية، وماذا بعد ذلك؟ أصحاب الكتب ماتوا، أصحاب الكتب ماتوا. فهل مات الإسلام؟ هل ماتت العقيدة؟ واليوم أيها الأحبة الأكارم، في زماننا هؤلاء الذين يتباكون على حريق كدرالية في باريس، كدرالية لها مئات السنوات حرقت. المسجد الأموي دمشق التي حرقت عن بكرة أبيها تفوق كل هذا العمر لهذه الكدرالية، 4000 سنة. المسجد الأموي حرق، هل تباكى عليه هؤلاء؟ لا والله. في نيوزيلندا استشهد 60 مسلم في دقيقة واحدة استشهدوا. حاكم عربي واحد لم يشارك في الجنازة، لم يصلي عليهم حاكم واحد في نيوزيلندا. حرق العشرات بل حرق الآلاف في مساجد، في بيوت الله حرقوا، في بيت من بيوت الله حرق آلاف المسلمين. هل بكى هؤلاء؟ لا والله. حرقت غزة في 3 حروب متتاليات، هل بكى هؤلاء؟ لا والله، ما بكى هؤلاء. ما زال حتى هذه اللحظة يحرق الآلاف في الباغوز وفي إدلب في سوريا، هل بكى هؤلاء؟ دماؤنا رخيصة. أما دماء الفرنسيين والباريسيين فإنها دماء غالية. كل العرب، كل حكام العرب انتفضوا ليجمعوا التبرعات لإصلاح هذه الكدرالية. سبحان الله، سبحان الله. وكلهم أبدوا رسائل الحزن. حتى هذه اللحظة 34 مليار دولار جمعت من الدول العربية
ومن الاتحاد الأوروبي ومن الدول الأجنبية من أجل أن يعمر وتعمر هذه الكاتدرائية. مساجد هدمت في غزة لم تبنى حتى هذه اللحظة. مساجد بيوت الله التي يذكر فيها اسم الله قصفت كلها ولم تبنى حتى هذه اللحظة. في 4 أيام أكثر من 34 مليار دولار من أجل أن يحافظوا على هذا التراث الذي قالوا عنه تراث، والتي أصلا في هذه الكاتدرائية أعلن الحرب على الإسلام. في هذه الكاتدرائية وقفوا يوما وأعلنوا الحرب الصليبية على الإسلام، بل انتزعت رقاب المسلمين بعدها وقتل الناس في الشوارع وقد أعلنت الحرب في هذه الكاتدرائية. نعم، هذه دموع التماسيح، هذه دموع التماسيح. قتل، هذا مبدأهم، قتل حيوان في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم كامل مسألة فيها نظر. أن يقتل حيوان عندهم في غابة هذه جريمة لا تغتفر، أما أن تقتل الشعوب المسلمة ليل نهار فهذه مسألة فيها نظر. ورحم الله زمانا كانوا يستنكرون فيه، كان فيه الاستنكار والشجب. أما اليوم صرنا نترحم على زمان، نقول يا ليته يعود الزمان الذي فقط نسمع فيه الشجب والاستنكار. اليوم حتى الشجب والاستنكار ما عدنا نسمع به. لا يجتمعون إلا على الدين، لا يجتمعون إلا على الحرب على العقيدة، لا يجتمعون إلا على الحرب على الإسلام. وأي بلد يشعرون بأن لهم فيه مصالح يأتون إليه خرافا يريدون أن يقسموا الغنائم. أما حينما نقتل ونجوع ونشرد فلا عين رأت ولا أذن سمعت. مفاهيم مغلوطة ختامها أن المستهدف الدين. فرسالتي أيها الأحبة الأكارم في ختام الخطبة الأولى، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. رسالة للجميع، رسالة لكل الأطياف، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا غير الإسلام دينا فإن الذل قادم. وإن هذه الجموع التي جاءت لصلاة الجمعة، وإن الجموع التي تعمر المساجد في الصلوات الخمس في بيوت الله هي تقسم يقينا وتأبى أن يكون غير الإسلام في بلادنا، أو أن يكون غير شعار الدين في بلادنا. والله أيها الأحبة الأكارم، كأن رمضان الماضي كان البارحة. إي والله كأن رمضان الماضي كان البارحة. هكذا يمضي العمر، فدنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا إلى يوم الحساب. ها هو قد أتى رمضان ونحن على بعد أيام لاستقبال هذا الضيف، ونحن نقف على أطلال استقبال رمضان. نحن أمام وقفات. الوقفة الأولى: كم من الناس كانوا معنا رمضان الماضي، بالله عليكم أين هم الآن؟ ألم يرحلوا إلى الله؟ ألم يسافروا إلى الله؟ والله إن من الناس من كانوا الآن وقبل أيام يقولون اللهم بلغنا رمضان، فماتوا وما بلغوا رمضان.
كم من الناس اعتكفوا معنا رمضان الماضي، عاشوا معنا رمضان الماضي، بالله عليكم أين هم الآن؟ ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. قال الحبيب: وكيف لي أن أرد جوابك وأنا رهين جنادل، أكل التراب محاسني فنسيتكم. إي والله، أكل التراب محاسني فنسيتكم. فهذه رسالة أنه لا أدري ولا تدري أنعيش رمضان المقبل أو لا، فهلا صدقنا مع الله؟ هلا عاهدنا الله عهدا وثيقا أن نعود إلى الله؟ بماذا يستقبل رمضان يا أحباب؟ رمضان لا يستقبل إلى الله إلا بأن نصطلح مع الله، إلا بأن نرجع إلى الله رجعة المحب، عودة المشتاق. فأنا وأنت لا ندري أنعيش رمضان المقبل أو لا. أما الرسالة والوقفة الثانية، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان. يا أيها الحبيب، يا أيها الحبيب، يا من تعيش ليلة النصف من شعبان، اسمع إلى هذا الحديث. يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاح. أما مشرك فعرفناها، وأما مشاح فما أكثرها في زماننا، فما أكثرها في زماننا، وما أكثر القصص التي نسمعها في زماننا. فإنني أبعث رسالة في ليلة النصف من شعبان، وفي شعبان الذي يطلع فيه الله سبحانه وتعالى إلى جميع خلقه. أقول: من كانت بينه وبين أخيه شحناء سيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك ولك ولأخوك. لن يغفر الله لك ولأخوك. هذه الدنيا قصيرة يا أحباب، والله إن هذه الدنيا قصيرة. فما بال الصاحب لا يكلم صاحبه، وما بال القريب يبغض قريبه، وما بال الجار يؤذي جاره، وما بال الناس تؤذي بعضها البعض. والله كل هذا لن يفيد. وأنت ترى أمك التي بينك وبينها شحناء، والله قبلة الوداع لن تجدي، والله قبل الوداع على جباه الراحلين والذين رحلوا إلى الله والله لن تجدي. ستعتذر، ستضع قبلة اعتذار على رأس ميت أنت آذيته، لن تنفع قبلة الاعتذار. من كان يشاهد هذا الكلام ويسمع هذا الكلام: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاح. فبالله عليك سألتك بالله، إذا كان بينك وبين أخيك شحناء الآن فلتتصافى الأرواح، الآن فلتتصافى القلوب. أخوك الذي لك سنوات ما عرفته، ما كلمته، ستستقبل رمضان وأنت لا تكلمه،
ستستقبل رمضان وقد غفر الله لجميع خلقه إلا لك. أبوك الذي ترفع صوتك عليه، أبوك الذي بينك وبينه شحناء، سيأتي رمضان وأنت هكذا. أيرضيك هكذا؟ والله لن تعرف قيمة الناس إلا إذا رحلوا. نحن مشكلتنا، مصيبتنا أننا لا نعرف قيمة بعضنا البعض إلا إذا رحل أحبابنا. قلنا يا ليت تصافينا، قلنا يا ليت ودعنا بعضنا بالحب، لا يا ليتني سامحته، يا ليته سامحني قبل الرحيل. فيا عباد الله، البدار، والله الدنيا لا تستحق أن تحزن، الدنيا لا تستحق أن يكون جارك بجوارك ولا تكلمه، الدنيا لا تستحق أن تكون أمك بعيدة عنها وأنت عند زوجتك لا تعرفها إلا كل 3 أشهر أو 4 أشهر تزورها مرة. الدنيا والله قصيرة، لا تستحق لصاحبك الذي من أجل سيارة أو تجارة أو عمارة أنت لليوم لا تكلمه. الدنيا لا تستحق. كلنا سنرحل، كلنا مغادرون، كلنا سنرحل إلى الله. فسامحوا بعضكم البعض ولتتصافى القلوب قبل رمضان، وخيرهم من يبدأ بالسلام. ليس عيبا قبل رمضان ابدأ بالسلام، لأنه مصيبة أن تبدأ بختم القرآن وأن تبدأ بقيام الليل وأنت لليوم لا تكلم صاحبك. مصيبة أننا نتصارع الآن نجهز أنفسنا لقيام رمضان ونحن البغضاء والشحناء والحقد والكراهية في قلوبنا. أعظم ما نستقبل به رمضان هو أن نصفي قلوبنا كما قال الصحابة. يقول أحدهم: والله ما كان الواحد منا يجرؤ أن يستقبل رمضان وفي قلبه غل على أخيه المسلم. فصفوا قلوبكم قبل الرحيل. كلنا مغادرون وكلنا راحلون وكلنا سنقف أمام الله ولا ندري. الآن أنت من لا تكلمه ربما تستقبل معه رمضان، لكن العام المقبل ربما أنت تواري التراب وهو قائم، وربما هو يواري التراب وأنت قائم، فلن يعود لك لتعتذر ولن ينفع الاعتذار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب